علاج الشوكة العظمية أو الظفر في الساق في المنزل، ونؤكد لكم وبالدليل وبكل صدق أقسم لكم على القرآن مع ضمان العلاج إن شاء الله بعد 5 أيام. وأؤكد على أن المعلومة صحيحة 100%، وهذه الطريقة للعلاج مجربة، ولكم الرد في التعليقات. وفي هذا الفيديو شرح مفصل ونوضح طريقة العلاج بشكل عملي على قناة توتو اف ام، لهذا أرجو منكم متابعة هذا الشرح للآخر. وللمعلومة هنالك الكثير من الأمهات والنساء والشيوخ يعانون من هذا المرض، وعلى هذا الأساس أرجو منكم مشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة وحتى يصل الفيديو لغيرك من المتابعين. تشخيص الحالة: الأطباء يصفونه باسم الشوكة العظمية وشوكة القدم ومسمار الكعب وظفر في الساق ومهماز العقب. يشخصونه على أنه نوع من أمراض البرد. المصاب بشوكة القدم يشعر بألم أسفل القدم عند المشي، وسبب هذا الألم هو كمن وضع قدمه على مسمار، ونحن نوضح هذا من أجل أن هنالك أشخاص لا يفرقون بين مسمار القدم وشوكة القدم، وهذه الصورة توضح شكل شوكة القدم وكذلك توضح شكل مسمار القدم الذي كذلك يطلق عليه اسم مسمار اللحم أو عين حوتة. وهنا نحن نتحدث عن شوكة القدم. والآن أرجو أن تكون الصورة واضحة، وعلى هذا أؤكد وأقسم لكم على القرآن أن هذه الطريقة للعلاج مجربة وإن شاء الله مضمونة. وللعلم أساس العلاج هو تذويب شوكة القدم بوضع القدمين في الماء الساخن مع أوراق شجرة الأوكاليبتوس، وهذه الطريقة للعلاج مجربة وسهلة وبسيطة ومضمونة إن شاء الله. والآن سنشرح طريقة العلاج خطوة بخطوة. في البداية لابد من توفير هذه الأشياء: سطل أو إناء من الحديد من أجل غلي الماء مع أوراق شجرة الأوكاليبتوس، ثم سكب الماء الساخن المسبوغ مع الأوراق في سطل بلاستيك. هنا ملاحظة هامة جدا مع التركيز: قبل أن تضع القدمين في الماء الساخن لابد من التثبت. إن كان الماء ساخن كثيرا فلا تضع القدمين بسرعة حتى لا تصاب بحروق. وهنا كذلك ملاحظة هامة: لابد أن تضع القدمين في الماء الساخن قدر المستطاع وعلى معدل قدرة التحمل لتذويب شوكة القدم. ومن المهم عند وضع القدمين في الماء الساخن الحفاظ على معدل الأمان حتى لا نصاب بحروق، وهذا بالتثبت والإحساس. مع العلم وضع القدمين في الماء الساخن قدر المستطاع هو العلاج، وإن كان الماء بارد فهو ليس علاج لشوكة القدم. أوراق شجرة الأوكاليبتوس تعرف بأسماء مختلفة في بعض الدول العربية. في مصر تسمى أوراق شجرة الكافور، في سوريا تسمى أوراق شجرة الكينا، وفي الجزائر تسمى أوراق شجرة كاليتوس، في تونس تسمى أوراق شجرة الكالاتوس، وكذلك تسمى في بعض الدول بأوراق شجرة الصفصاف والكليوت والصيدلة. أرجو من كل شخص يشاهد الفيديو ولديه معلومة بأسماء أخرى أن يذكرها للمتابعين حتى تعم الفائدة. أما فترة وضع القدمين في الماء الساخن حتى يبرد الماء، وهي فترة 7 دقائق متتالية في اليوم في مدة 5 أيام كذلك متتالية. بهذه الطريقة المجربة إن شاء الله نتمنى لكم الشفاء. وللأمانة وبكل محبة نقول: لأي شخص تنجح مع هذه الطريقة في العلاج أمانة عليك أن تضغط إعجاب للفيديو والاشتراك في القناة حتى يصل الفيديو لغيرك من المتابعين.